نتطرق اليوم لمستوى التسلح في كل من الجزائر والمغرب. فقد أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا من حيث التسلح بنسبة نمو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 36%. المرتبة الثانية عادت للمغرب إفريقيا بنسبة نمو بلغت 22%. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع من الجزائر مصطفى الصايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، ومن الرباط عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. أرحب بكما وأبدأ إذن من الجزائر مع سيد مصطفى الصايج. سيد الصايج، هل هناك ما يستدعي في المستقبل القريب السباق أو تسلح الجزائر بهذا الشكل؟ هو أولا يجب أن نقرأ الأرقام بصفة عامة، بمعنى بطريقة مقارنة حتى تتضح قضية التسلح للجزائر في إطار الإنفاق العالمي. ربما معهد ستوكهولم يتحدث بين 2009 و2013 على أساس أن هناك زيادة في الإنفاق العسكري أو على التسلح بنسبة 36%، بمعنى ربما لم تتعدى 11 مليار دولار في 2012 و2013، وهذا ما يستدعي أن نقرأ في إطار الإنفاق العالمي على الأقل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفق عسكريا أكثر من 600 مليار دولار سنويا. لكن على المستوى الإفريقي يتعلق هل هناك دواعي؟ لكن على المستوى الإفريقي يمثل ذلك حجما كبيرا. طبعا على المستوى الإفريقي إذا صنفت الجزائر في الرتبة الأولى فهذا راجع إلى عاملين أساسيين. العامل الأول سيدي أن الجزائر ربما في ال10 سنوات الأخيرة أنفقت 500 مليار دولار على البنية التحتية والمنشآت والمشاريع التنموية، وبالتالي نسبة أو ما يقارب 10 ملايير دولار هي قطرة في بحر من مداخيل الجزائر. الجانب الثاني في تقديري وهو مهم أن في السنوات على الأقل 3 سنوات الأخيرة ما يحدث في الحدود الجزائرية، طبعا في شمال مالي التي تمتد 1400 كيلومتر، يضاف إليها ما يحدث في ليبيا تقريبا 1000 كيلومتر، ويضاف ما يحدث في تونس من مرحلة انتقال ديمقراطي. وقبل قليل كنا في فرنسا 24 نتحدث عن خلايا الإرهاب المغاربية التي تم كشفها على الحدود الجزائرية. هي في تقديره كلها دوافع أساسية، لأن مساحة الجزائر بحجم الدولة الإفريقية أو الدولة القارة، خصوصا بعد تقسيم السودان، أصبحت أول دولة جغرافيا، وبالتالي أعتقد أن الإنفاق 10 ملايير دولار هي أقل ربما بالنسبة إلى الدول مثل الجزائر، ومقارنة بالدول الإقليمية الكبيرة. حتى التصنيف الذي يعطيها مثلا السادسة عالميا وفي بعض الأحيان 20 عالميا، فإن القراءة العامة 10 ملايير دولار مع 600 مليار دولار أمريكية أو 136 مليار دولار بالنسبة إلى الصين، فهو حجم قليل وضئيل. ربما ما يعكس المقارنة بالداخل القارة الإفريقية أن الميزانيات الإفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بطبيعة الحال هي ضئيلة مقارنة بهذه الدول. واضح. أنتقل إلى الرباط مع السيد عبد الرحيم منار السليمي. سيد عبد الرحيم، سيد الصايج يقول إن هناك تهديدات إرهابية، هناك عدم استقرار في شمال مالي ربما يدفع الجزائر إلى التسلح. ماذا عن المغرب؟ هل من داع إلى إنفاق هذه الأموال في التسلح؟ أولا هناك فرق بين تسلح المغرب وتسلح الجزائر. تسلح المغرب ليس تسلحا جنونيا، فلما نقرأ تسلح الجزائر يبدو بأنه تسلح جنوني، لأنه مشتريات الجزائر من الأسلحة هي 36% من القارة الإفريقية. فالأرقام تقول أنه ما بين سنة 2002 إلى سنة 2013 ضاعفت الجزائر رقم هذه المشتريات إلى 277 مرة، بمعنى أنه نحن أمام نوع من الجانب النفسي، نوع من الجنون. بالنسبة للمغرب فالتسلح هو عادي. أولا هو تسلح انتقائي. المغرب ركز على الأسلحة، على التسلح على المستوى الجو وعلى مستوى البحر، بينما بالنسبة للجزائر فهي ركزت على المستوى الأرضي. أكثر من ذلك أن السوق التي يشتري منها المغرب هي معروفة أمريكية أو روسية أو فرنسية، بينما تقول الأرقام بأنه بالنسبة للجزائر فهي تشتري بطريقة عشوائية من كل دول العالم. لكن ما الداعي تسلح المغرب؟ ما الداعي أن
أن المغرب لاحظ بأن الجزائر منذ تقريبا سنة 2002 وهي تسير بهذه الوتيرة، وما لا يقوله الأخ وهو أنه الجزائر هي تعتبر افتراضا بأن المغرب عدو. المغرب لاحظ هذه العملية، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون هناك نوع من التنافس، نوع من التوازن، لأننا في صراع إقليمي، بمعنى أن هناك نوع من التنافس الإقليمي. عادي جدا أن تكون دولة بجانبك تتسلح وهي تدعي مسائل غير حقيقية، فمن الطبيعي جدا أن تكون هناك نوع ما يسمى بالتوازن على مستوى التسلح، ولكن ليس بهذه الطريقة. المغرب هناك نوع من التوازن ما بين المشاريع التنموية ومسألة التسلح، بينما في الجزائر هناك بعض الأرقام التي تقول بأن المشتريات أو نفقات الأسلحة هي تصل إلى 44% من باقي المشتريات، وبالتالي هذه المسألة هي صعبة جدا. ولاحظ معي بأن هذه الأرقام هي خطيرة جدا، وأن المغرب لم يبادر. سأعود إليك سيد عبد الرحيم. سيد مصطفى الصايج، ما نفهمه من قول السيد عبد الرحيم هو أن المغرب يجر جرا إلى التسلح للحفاظ على ربما توازن استراتيجي. ما ردكم؟ هو طبعا ربما زميل في المغرب هو متأثر بالحرب الباردة والإعلامية والدعائية التي تقومها المغرب هذه الأيام ضد الجزائر. بدأت بطرد الجزائر لما يسمى باللاجئين السوريين وهم أقلية لا تتعدى 30، بينما المعروف وزميلي يعرف بأن الجزائر تحتضن لاجئين صحراويين في مخيمات تندوف الأراضي الجزائرية منذ 1975. ربما من المضحك أن تقرير ستوكهولم يتحدث عن إجمالي ما تنفقه الجزائر والمغرب لا يتعدى 2 إلى 3%، بينما زميلي يتحدث عن الإنفاقات الجنونية. طبعا هذه الإنفاقات الجنونية يحاول المغرب أن يوظفها في شهر أبريل على أساس أن الجزائر هي طرف في قضية الصحراء الغربية وفي الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، وبدالي هذه المناورة بعيدة عن الأرقام الحقيقية. ويتحدث أيضا عن جانب نفسي لدى السلطات الجزائرية. هذه المعلومة فقط في 2012 فقط المغرب عقدت صفقة للتسلح ب 12 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنت عندما تتحدث عن الإنفاق الجنوني في ال4 سنوات الأخيرة، دعنا نتحدث عن 20 و30 سنة في الماضية، بمعنى عندما كانت الجزائر تعيش حالة الإرهاب الداخلي منذ 1990 إلى تقريبا نهاية 2000، كانت حتى فرنسا تمنع عن الجزائر الرصاص الذي يخدم في كذخيرة للتدريب العسكريين بحجة أن هناك عزلة وأن هناك حالة انتقال وفوضى. بينما عندما أصبح الإرهاب معولم أصبحت الكل يدعي بأنه يحارب الإرهاب، والجارة المغرب كانت تقول انظروا إلى الجزائر وهو فرض تجربة لكي نرى كيف نصل إلى هذه النقطة. إذا في تقديري أنا أقرأ الأرقام بالمعطيات الموضوعية. إنفاق الجزائر أنتقل إلى الرباط أو تجارة الأسلحة العامة أو الإنفاق العام هو لا يتعدى 1 إلى 2، بينما الإعلام المغربي يريد أن يقول بأن هناك تحديات. سيدي أنت تعرف أن القوات العسكرية الأمريكية الجزائرية متواجدة بشكل أساسي في الحدود مع شمال مالي ومع ليبيا بشكل أساسي مع فوضى السلاح. نعم شكرا. سأعود إليك سيد مصطفى الصايج الآن إلى عبد الرحيم السليمي. الجزائر ليس لديها سياسة عدوانية. نعم سيد عبد الرحيم يقول السيد الصايج إن للجزائر تأخرا ربما مقارنة بالمغرب في السنوات الماضية في العشرية السوداء، ومن الطبيعي أن يريد أن يقلل هذه الهوة بينه وبين المغرب. يا أخي الجزائر اليوم بسلاحها هي ترث ما كان يقوم به القذافي. القذافي ملأ ليبيا كلها أسلحة، ونفس الوضع تعيشه الجزائر اليوم. الأخ لما تحدث أخرج أوراق وقام بما نسميه في الأكاديمية بالحديقة، تحدث عن مسألة الصحراء. فيا أخي أنتم صرفتم 300 مليار دولار صرفتها على البوليزاريو، والجزائريون يتساءلوا أتحدث عن الشعب، ما هي الغاية من ذلك؟ ما هي مصلحة؟ أعرف بأنك تنتمي إلى المؤسسة العسكرية. مسألة الحرب الباردة، نعم أنت تنتمي إلى المؤسسة العسكرية وأعرفك جيدا. بدل أن تتحدث عن التنمية كنت معك في ورقلة
وليس هناك حتى الطرق. أنا أعرفك جيدا وأنت تعرفني جيدا. أين هي البنيات يا أخي؟ مسألة أخرى لم ألتقي معك أبدا، لم ألتقي معك أبدا. نعم أنت سلحتم الجيش، ولكن أقول فقط عمليتين. فالعملية الأولى وهي عملية عين أميناس. لا نسمعكما، لا نسمعكما، فقط نقطة نظام سيد عبد الرحيم. نعم هو يجب أنا تركتك تتحدث يا أخي. أنت لكي نتقدم في الحوار، لكي نتقدم في الحوار. نعم. الآن مليارات الدولارات تنفق في الأسلحة في الجزائر والمغرب، وربما الشعبين يرون ذلك بتعجب ويقولون ربما هناك مشاريع اجتماعية عاجلة في البلدين يجب إنفاق المال عليها. دعني أوضح. اليوم في الجزائر هناك احتجاجات. الجزائر تسير نحو الصراعات الطائفية في مجموعة من المناطق. 8 مليون بيطالي في الجزائر، ويقول الأخ بأنه تنمية. الجزائر هي دولة عسكرية وسياستها كلها كانت عسكرية. السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم. كيف شاهدتوا معايا جنون وانهيار الإعلام الجزائري بسبب تقدم المملكة المغربية. أي تقدم كان في المغرب الإعلام الكرغولي كيبغي يتسطى صافي كيحماق. المهم خوتي خواتاتي، كنتمنى يكون عجبكم مقطع الفيديو ديال اليوم. ما تنساش خلي واحد السبسكرايب واشترك في القناة، وهبط أسفل التعليقات خلي لي الرأي ديالك على موضوع اليوم، وفرق عليا ديك اللايك. نشوفوا إن شاء الله في فيديو جديد خوتي. تشاو.